السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلعت النهاردة لقيت الحلوة دي الجميلة دي بتاعتنا دي بيضة. اول بيضة لها، هي واضح عليها من زمان لان انتوا شايفين يعني ايه المكان بتاع البيض اهو. بس انا اهي، فطبعا زي ما انتوا شايفين كده مكان البيض اهو نازل اهو من تحت، ماشي. ووشها محمر خالص اهي ومتصاحبه هي والذكر، ماشي. وما شاء الله جسمها مزهر يعني والدنيا تمام. اللي انا عايزه اقوله بقى او اللي انا عايزه هنتكلم عنه النهارده، هنشوف احنا هنعمل ايه للبطه دي بقى عشان ترقد وننقل لها بيضها فين ونعمل لها ايه علشان ايه تكمل مده بيضها ورقدها على خير ان شاء الله، ماشي. اللي انا عايزه اتكلم فيه كمان، لو حد عنده اي سؤال بخصوص ان البطه قربت تبيض ولا لا، او عايز الفيديو واضح وموضح، او اعرف ازاي ان البطه قربت تبيض، يكتب لي في الكومنتات وانا هعمل له الفيديو شرح موافي يعني. اول حاجه انا جيت في مكان عندي، يعني المكان ده فاضي ما فيهوش اي طيور، مكان بعيد كده هادي، ماشي. ومسكت ايه كنسته اهو زي ما انتوا شايفين. هكنسه كمان مره، هتلاقي هكنسه كمان مره اهو. كنسته ورشيت جير، مسكته رشيته حوالين الحته اللي هي هترقد فيها او هتنام فيها، مليته جير زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى الحاجه اللي هتنام فيها دي، الحاجه اللي هتنام فيها انا جبتها اهو، وكنستها ونضفتها برضو، وهرشها جير برضو اهو، عاملاها جير، ماشي. وعاملاها جير. وطبعا المكان ده كبير قوي على البيض، فهنعمل ايه بقى؟ هنعمل لها زي عش في قلبها. العش ده هنحدده مثلا ايه بقوالب كده، بحيث ان ايه يعني يبقى المكان على قدها كده. اهو كده طبعا اهو. وهاجي بقى اعمل لها ايه هنا، الحته دي مفرقه اهي، شايفين الحته دي في فارق اهو. همسكه بقى اسده بحاجه بحيث ان لا حاجه تعرف تدخل لها ولا اي حاجه، ماشي. طبعا عندك قش، هنحط هنا شويه قش، انا ما عنديش. هنخلص الفيديو وهنزل اجيب لها شويه قش واحطهم لها، او شويه تمل على حسب الدنيا. وهاجي على المكان بقى اللي هتبقى راقده فيه او هتعمل فيه، هغطيه لها من فوق كده واسيب لها مكان تدخل وتطلع فيه، ماشي. ادي كمان ايه غطيت لها كمان شويه اهو، وكده ظبطت لها المكان. انا هنا بقى هعمل ايه، هجيب شويه تمل واحط لها البيضه اللي هي بيضتها في المكان اللي انا عايزاها ترقد فيه. هروح اجيب البيضه وهاجي. البيضه اهي اللي كانت بيضاها، فطبعا ايه متوسخه زي ما انتوا شايفين. هشوفوا انا هعمل فيها ايه اهي. همسكها اغسلها اهي، هي مش راقده عليها البيض لسه في المرحله الاول، هو غسيله وهي وانت راقده عليه غلط، بس ان انت تغسليه قبل الرقاد او ان هو توسخ على طول او الكلام ده ما فيهوش اي حاجه اهو. شايفين البيض لما بيبقى متوسخ يا جماعه والبطه ترقد عليه بتسد المسام بتسد المسام بتاع البيضة، فالكتكوت من جوه يجي يكبر يكبس يموت في قلبه. طب يعني احنا كده استفدنا ايه؟ انت لو رحت اي فقاسة لو البيض متوسخ بيغسلهولك قبل ما بقولك اغسلي. انا هحط اهو، هحطها هنا عبال ما ايه ما اجيب القش او هجيب اللي انا هجيبه. هنضف الحته جنب دي ونرجع بقى هنكمل الفيديو مع بعض. انا كده كنست المكان ورشيته جير ونضفته مكانه، وعملنا الخطوات اللي احنا عملنا معاها. وبعدين جبت الدكر والنتايه اهو، او الدكر والبطه. المكان ده فيه لوحدهم، المكان ده انا مخصصاه فيه حمام من فوق وبرقد فيه من تحت.
طبعا احنا بنجيبها هنا ليه، او البطه جبناها هنا ليه؟ شايفين هي بتكتشف المكان اللي هي هتبيض فيه اهي، او اللي هتعشش فيه، او شايفين هي بتدور عليه ازاي. طبعا المكان التاني ده برضو برقد فيه، والمكان ده برضو برقد فيه، عاملاهم زي مكان كده للرقد. فطبعا زي ما انتوا شايفين كده، انا عملت كده ليه، او ببعدهم عن البط ليه؟ عشان ما تقلقهاش كل شويه، او البطه كل شويه الطيور تقلقها وتقومها من مكانها فما تكملش رقد، او يروحوا يبيضوا على بعض ويحصل مشاكل كتير. نتفادى الكلام ده ليه؟ عشان البطه تكمل رقدها في امان وسلام، ونسبه القصر برضو تكون عاليه الذكر. هنبدأ بقى نحط لها اكل ونزود لها كل يوم شويه عليها بياض مع شويه ذره ولا حاجه، علشان الايه، عندك بقى اي فيتامينات تحطي في الميه علشان تجيب بيضها كله مع بعضه مره واحده، وتخلصي بقى، يعني تحط لها بيضها كله مره واحده، ويعني تبيض كله مره واحده، ما تبيضش يوم وتقطع يوم، وترقد وتبيض وتطلع رقدها في امان وسلام، ويطلع التخصيب كويس، وتطلع البيض كله، ما يبقاش نصه فاضي ونصه مليان، وحاجه تهجكها من على البيض كل شويه وتقومها، فبالتالي ما تطلعش الرقد بتاعها كويس، او تطلع البيض يسقع ويسخن، يسقع ويسخن، فبالتالي تلاقي البيض مليان ومحشي وميت في قلبه وما كملش، او البيضه تبقى مليانه وتفقس وتسقط وتسود وتموت. ليه بقى؟ عشان ده كله حواليها حاجات مهججاها من على البيض. انتوا شايفين انا عامله لها كل الاحتياط، حتى المكان اللي فيه البيض بتاعها شايفين انا مغطياه ازاي، سايبه لها مكان يا دوبك تدخل وتطلع منه بس. فاللي بيعمل احتياطاته وبيركز في اللي في ايده، او بيركز في الحاجه اللي بيعملها، او بيحب الحاجه اللي بيعملها، بيعمل كل احتياطاته وبيلاقي نتيجه جميله جدا. واللي بيستهتر وبتبقى حاجات بسيطه ملهاش لازمه، بتلاقي دنيتك باظت وما بتكملش البطه، وتقولك البطه عندي لا بيبيض ولا بيرقد ولا بيطلع، وبيحصل له حاجات غريبه كده. ده كله بيبقى من استهتارك او قله اهتمامك. واللي عنده اي اسئله يكتب لي في الكومنتات وانا هجاوب عليها، ويا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.